صباح الخير. بيوصلني مسجز كتيرة من ناس بتدور على شغل وبيقولوا ان احنا مش لاقيين، بندور بقالنا كتير بنقدم ومفيش نتيجة، والسي في كويس وانا متأكد ان هو تمام، بس انا مش لاقي شغل. او ساعات فعلا السي في بيطلع بروفيشنال وكويس وكل حاجة، بس هو بيدور في المكان الغلط، بيقدم على requirements مش يعني بيقدم على شغل ال requirements في البوزيشن ده مش مطابقة ليه، فبالتالي هو ما بيلاقيش ومحدش بيكلمه. طيب كتير جدا، يعني اخر حاجة حصلت معايا كتير جدا بيقدموا وبعمل كول انترفيو، بكون متأكدة ان هو مؤكد عليه ان في تيست، سواء بقى اكسل سواء تكنيكال بقى في البوزيشن بتاعه وات ايفر ايه هو التيست، يقول لي تمام، والاقيه يجي ويكلف نفسه مشوار ومسافة كبيرة جدا ويدفع فلوس في المواصلات، وفي الاخر هو يعني not matched للبوزيشن اصلا. يعني على يعني ابسط حاجة جدا اللي حصلت في الاكسل وفي الداتا انتري، هو الكور اللي بيقدم على البوزيشن ده ان هو شاطر في الاكسل، فلاقيه جاي من مكان بعيد ومكلف نفسه المشوار، في الاخر مفيش. برضو في بعض الوظائف التانية بيكون في تكنيكال تيست، بكون مؤكدة في الفون احنا عندنا تيست هيتم البروسيس بتاعتنا 1 2 3، مش هنعدي الستيج دي غير لما يكون في تيست للبوزيشن ده. يقولي تمام انا جامد جدا، وفي الاخر بلاقي ان مفيش اي حاجة خالص. فالموضوع بسيط جدا. قبل ما تكون يعني قبل ما تقدم على شغل المفروض تكون صادق مع نفسك، تعرف مميزاتك وعيوبك، او زي ما بنقول السترينجث بوينتس والويكنسز بوينتس. كده كده هنشتغل على الويكنسز بوينتس علشان نحاول ان احنا ناخد افضل نتيجة، والسترينجث هنحاول ان احنا دايما نحافظ عليها، دايما يكون في ابديتس، دايما يكون في فولو اب عليها عشان ما تتنساش. تمام. فالفكرة كلها قبل ما تقول انا مش لاقي شغل، انا بدور بقالي كتير، انا السي في بتاعي بروفيشنال بس مش لاقي، قبل كل الكلام ده المهم تعرف نفسك انا فين دلوقتي، انا واقف فين، عشان وانس ان انت تحدد نقطة انا واقف فين هتوفر علينا كتير.